الناس فاكرة ان الغياب ضعف، ولكن الغياب بيبقى تجهيز. فاحنا هنا في ورا اللقطة احنا ما عندناش ولا فلاتر ولا موسيقى ولا تسفيق، احنا عندنا قصة بتتحكي بكل اسرارها. النهاردة احنا معانا سوبر ستار اسمه بيهز اي مكان هو موجود فيه. معانا السوبر ستار دي جي ام كي. منور يا نجم. حبيبي يا عموري، انا اتشرف اني اطلع وياك في قصه جميله. شرف ليا يا حبيبي. والصراحه كنا مخططين حق هالبودكاست صارنا فتره طويله، وانا الصراحه انشغلت وانت انشغلت، فان شاء الله نقدم حق الناس شيء يستمتعون فيه، قصه بسيطه وجميله وينبسطون فيها ان شاء الله. جاهز؟ جاهز 200. طيب اول سؤال، ويمكن ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، اسمك الحقيقي. الناس كلها عارفه ام كي ام كي ام كي ام كي، الاسم بقى الحقيقي. تبى الاسم كامل ولا تبى ثنائي؟ اسمك انت براحتك اللي انت عايز تقوله. اسمي محمد احمد. محمد احمد. حلو. اسم الحاج. الله يخليك، الله يخليك يا رب. طيب عايزين نبدا بقى من الصفر. طفوله محمد او طفوله ام كي كانت عامله ازاي؟ كانت صعبه سهله؟ لا، طفولتي كانت جميله جدا، لأنها فيها قصة شوي متعبة، بس يعني سوت قالب وتحدي كبير. إنه وطبعا من دخل في نجاحي. بقول لك كيف. يعني مثلا أنا من صغير ما شفت أبوي يعني، فاللي ربتني حرمة جميلة وتستاهل اللي أسوي لها إياه هذا كله، وأنا عايش عشانها صراحة. فتعبت معانا كثير. فالحين نحن نحاول ما بنقدر نرد لها جزء من التعب اللي تعبته صراحة. ربنا يخليها لك. آمين يا رب، آمين. فطفولتي كيف يعني شابكة مع نجاحي، إنه كان تحدي كبير إني أنا أصير شيء كبير أقدر أعوض هاي الجميلة عن كل اللي فات. يعني ده سبب من اسباب ان ام كي قرر يبقى حاجه كبيره. اي والله. بس طفولتي يعني ما كان فيها عذاب، لان يعني كنت مرتاح فيها، وطفولتي كانت جميله من بين اخواني وناسي واهلي والناس القريبين مني صراحه. هاي طيب طفولتي. وهل وانت اصلا يعني من وانت طفل كنت مقرر او حابب المزيكا من ساعتها؟ لا هاي اكتشفتها وانا انا كبير شوي. اكتشفتها وانت كبير. بس الموسيقى بشكل عام انا كيف حبيتها، كنت اسمع مثلا موسيقى عاديه اقول لا هالموسيقى فيها خلل، خلنا نسمعها ريمكس. فنسمع حق ريمكس للدي جي الفلاني والفلاني والفلاني، كذي حبيت الريمكسات. فقلت انا ليش ما يعني هالاخطاء اسوي احسن منهم، اجرب. جربت مره وفشلت، ومرتين وثلاث واربع وخمس، لين ما اتقنت الشيء يعني وحبيته، فوصلته للناس بطريقتي، بس بهالطريقه. طيب وهل انت في حد ساعدك في الاول، ولا انت اللي اعتمدت على نفسك وعلمت نفسك بنفسك؟ بقول لك انا يا طويل العمر عندي خالي اسمه بشار ودي جي اساسا. فيوم من الايام يوم قررت اني انا اشتري دي جي ومن هالكلام جهاز يعني واتعلم عليه كتشغيل لايف، مر علينا في البيت. فشافني انا اخبص على اسطوانات صغار، فقال لي ما شاء الله عليك، انت شو تسوي وهذا الاشياء من وين جبتها؟ فقلت له انا حاب اني انا اتعلم، وانا ما كنت اعرف انه هو دي جي. حاب اني انا اتعلم هالسوالف. قال لي زين تبغى تتعلم؟ بعلمك انا حركه. قلت له الخال انت تعرف يعني في هالسوالف؟ قال لي اعرف. قلت له تمام. قال لي بعلمك حركه وبنصحك نصيحه. قلت له اوكي. فيا طويل العمر علمني كيف الاغاني على البيتات يعني كيو ستارت، وتركب البيت من الكيك والكلاب كيو ستارت. قال لي انا ما بعلم كل شيء، لان هالموسيقى بحر صح، ولازم تتعلم نفسك عشان يعني يكون الشيء في مخك. فقال لي سوي كذي 1 2 1 2، هاي اول خطوه. قلت له اوكي شكرا. فمنها تميت ابحث وادور واسوي، فهمتي، يوتيوب، لين ما تعلمت اتقنت الشيء يعني. فهو خيط واحد من الاشياء اللي نبهني على الطريق الصح صراحه. طيب وهل انت بدأت كدي جي، ولا كأن انت بدأت بالريميكسات قبل ما تبقى دي جي؟ لا انا بدأت كدي جي، بعدين تفرعت في الريميكسات كثير. يعني مثلا كنت اسوي 3-4 ريميكسات في يومين.
ده رقم خلي بالك بالنسبه للناس ايه دلوقتي، رقم في يومين. كبير. ليش في يومين؟ لان كان وقتي مثلا انا كنت اشتغل يعني اروح الشغل ارجع للكمبيوتر ما في ولا شيء ثاني، والجهاز طال عمرك مركب، خلص جرب لايف، فهمت؟ كذي حبه بحبه لين ما انترست دبه. ايه اول ريميكس او الريميكس اللي انت عملته اللي انت ناسب له فضل كبير في ان هو يعمل اسم MK؟ والله سويت ريمكس للجميل واللي انا احبه كثير وصاحبي الله يحفظه وتحيه له طبعا، حمزه المحمداوي. طبعا. اول اغنيه نزلت له في السوق ايه هي كان اسمها؟ والله ما اتذكرها بالضبط، بس اول اغنيه له. بحاول اني اطلعها يعني اذا بتسمح لي من التليفون بعد شوي. هالريمكس اللي سويته من يمكن اسبوعين سوى 100,000. ده برضو وقتها كان فهم؟ رقم طبعا. فصار هذا البني ادم يعني من كثر انا ما احبه صار كل ما ينزل اغنيه اسوي لها ريمكس لين اغنيه تدري طبعا. كل ليل. وبس من بدأت بقى هذا يعني حلقت انا الاسم خلاص انت اتعرف. شوي كان بعده شوي بس نقع اسمي يوم سويت اغنيه وناسه. وناسه. ايوه في الكورونا ايام الكورونا. ما احنا لسه جايين للحته أوكي. الراب دي أوكي. شويه. تمام. طيب اول حفله MK عملها حسيت ان من هنا خلاص انا بدات يبقى ليا جمهور كبير وواسع؟ اول حفله كانت في جده. يا الله يا هذاك اليوم قصه جميله جدا لان اهل جده جميلين صراحه طبعا. واحبهم كثير وقريب بعد حتى بكون عندهم قبل نهايه السيزون قبل رمضان ان شاء الله. كان فيها فوق 14,000 شخص. رقم كبير جدا. ما كان في اعلانات مموله. اتفقوا الجماعه معاي يعني نسوي حفله. وصلت جده قالوا نحن مكاننا ستيج وسور مسكر وفي بوابه واحده حق التذاكر. من الزحمه وخلصنا التذاكر كلها جدا نقزوا من الشبك. لان طبعا هذا حب طبعا. وانا احبهم كثير الله يحفظهم ويخليهم لي يا رب ويكونون دائما بخير. انبسطت كثير وشفت قوه يعني شفت حب الناس بشكل مش طبيعي. ومن هالحفله صراحه سويت وايد عقود وياس اشتغل في وايد اماكن بسبه الدعم اللي قدموا لي اياه اهل جده. احبهم كثير الله يحفظهم. صراحه شعور لا يوصف لان يعني مثلا فنان او DJ او اي ارتست يطلع على الستيج يكون شوي خايف طبعا. بس انا ما حسيت بهالشيء، حسيت بسعاده وحماس مش طبيعي. بعد يا ما طلعت رجل ولا قبل ما تطلع؟ هذا وانا طالع. وانت طالع يعني قبل ما تطلع انت ما كنتش خايف؟ قلت اهل جده اخي اسمع الصوت بعده يرن في اذني. بس اكيد كان في شويه خوف وتوتر. لا والله ابدا. تعرف ليش؟ انا في شغلتي كنت اتعامل مع الناس والجمهور. فهذا كان شيء طبيعي احسه لي، فهمت؟ فده اداك حته ان هو ما في كسر حته الخوف والتوتر. ابدا ما يعني خوف صراحه ابدا. لان حتى كنت اطلع في تصوير ما في شغلي يعني، فهمت؟ بهالطريقه. طب نسخن الدنيا شويه. يلا. طيب طالما بنتكلم في اول الطريق، انت في اول طريقك مين اللي يعني مش هقول لك قلل من الحته دي فيك بس قال لك يا عم DJ ايه وانت فاكر نفسك مين؟ انت مش هتنجح، عارف الناس دي؟ شوف انا الصراحه ما مريت كثير بهالناس بس في شيء مشابه له. يعني بما مثال كل العالم في الوطن العربي شو تعرف عن الDJ؟ انه تعال عطى المبلغ البسيط هذا وخليه يشغل لي فرح مثلا. انتم تقولون فرح احنا نقول عرس. خليه يشغل لي في عرس مثلا. فحسيت انه قليل في حق الDJ، قليل جدا. لان اول شيء يتعب على الموسيقى اللي يسويها، الشيء الثاني يحاول يوصل شعوره او ايقاعاته واحاسيسه بالفنان وريمكسه للناس. فهذا شيء متعب كثير. فليش مقللين منه؟ فدول الغرب او الدول الاجنبيه عندهم الDJ شيء وايد واو، يساعد وايد ارتست ناجحين. فاهم علي؟ عندنا هني ما في.
ايوه عرفت؟ هم هنا واخدين فكره غلط فكان مقلل من الدي جي بهالموضوع. فقلت انا لازم اصلح هالشيء واسوي ان الدي جي يكون شخص عظيم بموسيقته. فهمت؟ فهذا شعور تحدي كان، مع ان حياتي كلها تحديات، ها شعور تحدي ان انا اغير منه. والحين ما شاء الله فيه كثير اسامي يعني جميله وياس توصل الموسيقى والفن بشكل جميل. طب انت اهلك ازاي او تعاملت معاهم ازاي في فكره ان انت هتبقى دي جي او ان انت دخلت مجال المزيكا؟ هل في حد عرضك؟ لا هم دعموك؟ حاشا، اهل بيتي بالذات لا دعموك هي اكيد دعموني كثير، لان سوالي نقله كبيره في حياتي صراحه. طب يعني مثلا انا كنت اشتغل في مكان معين، فكان راتبي ما يقارب 25,000 درهم، ما اعرف كم يعني عندكم. فكان الدي جي يطلع لي في الشهر ضعف الراتب هذا، فكان شيء مهم. فاهم علي؟ فانت يعني حتى لو انا وصلت هالمرحله انك تختار بين هذا وهذا، فاخترت الدي جي لانه يسوي لي ارقام جميله جدا. وبالعكس اهلي وايد يعني مرتاحين وما قاصر انهم شيء يعني. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الدي جي اللي كانوا يستهينون فيه انه يعطونا رقم معين شغله في عرض، صار في الوطن العربي يعني صار من الاشياء المهمه انه هو دي جي الفلان دي جي فلان. فهمت؟ كذي يعني انت مختار الدي جي عشان الفلوس ولا عشان انت حابب المزيكا؟ لا مش عشان الفلوس، ما في حد ما بيختارها، بس يت المزيكا في البدايه والاحاسيس والحب للموسيقى، بعدها الفلوس اكيد على بس طول. يعني السبب الرئيسي ان انت حابب المزيكا. ايه اكيد، لو ما حاب المزيكا ما بيوصل الشعور والاحساس يا رجل للناس. طيب وفي هذا اول شكله مشوارك سؤال هجومي. حته كده قلت اسخنك بيها شويه. بالعكس انا احب هالسوالف على فكره، احب هالاسئله. هل انت في اول المشوار حسيت ان انت جالك حته انا مش هقدر اكمل او الموضوع صعب عليا وقررت ان انت توقف، او حسيت للحظه ان انت خلاص مش هتكمل؟ حب الموسيقى مش صعب، بس احيانا ظروف الحياه تخليك توقف. يعني بعطيك مثال، انا ما متزوج، ومثلا اذا ابى اتزوج، انا من رايي الشخصي ان انا مثلا مسافر كل يوم دوله، وانا اسف يمكن العالم يشوفون النايت كلابس انه شيء سيء، فما اقدر اخذ يعني مثلا اتزوج بنت ناس اخليها في البيت وانا كل يوم في مكان، ما يصير. ايوه فهمت؟ او اني انا اشتغل في هالاماكن، فبتصير مشاكل كبيره طبعا. فاذا بقرر اني انا اوقف او اخلي هالشغله، بكون انا خلاص. ده يعني مثلا بقول لك، لاني احب الموسيقى، اعرف اني انا ما بخليه بشكل كامل يعني، بس مثلا حفله كل شهرين تمام. يعني ده قرار حصري. ايه وشو تتجوز خلاص. عشان الشخص اللي بكمل حياتي معه بخليه كل شيء طبعا. بس طبعا انا مسوي لي ظهر يعني في ان يعني اقدر اصرف على نفسي واصرف على اهلي. ايوه باشياء كثير، فاهم؟ واخليها الشغله خلاص. يعني حفله طال عمرك كل شهرين 3 شهور تكفي وبرقم عالي تمام. لسه هنيجي لحته الراتب دي قدام. اوكي طيب بمناسبه بقى الجواز والارتباط، أيوة. هل انت في ايوه بس انت مستني أيوة. الحته دي. أيوة. شوفوا في شو يقول. حد دلوقتي في حياتك؟ شوف انا ما اريد اكون كذاب، بس بجيب لك اياها بطريقتين. ماشي. انا ما احس باي شيء باتجاه اي حد، فاهم؟ بس انا بقول اني انا ان شاء الله بتزوج وانا مرتبط، عشان يتغير وايد تفكير وايد اشياء انا يصنظر فيها في حياتي قدام الكاميرا. يعني انت مش مرتبط دلوقتي؟ ما بجاوب. هي ولا بقول لك هي ايوه ولا. ارتباط مش رسمي؟ ما صار رسمي بعد. ما انا بقول لك لسه مش رسمي، بس هيبقى رسمي يا رب. بس فيه، عشان الناس كلها عايزه تعرف فيه. يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا يكمل لك على رب. خير يعني. يا رب. طيب طالما يعني هنقول يعني ان انت حددت كذي ان انا مرتبط بوقف عن الموسيقى بعد انا فاهم عليك. الجواز. قريب صح؟ لا الله اعلم، انت ربنا انت يعني لو هتيجي خلي بالك القرار ده
يعني للناس. انت شو رايك في هالقرار؟ طبعا كلامي صح؟ طبعا. ايش معنى؟ بامكانك لأن انك انت تتزوج وتكمل بص، دي جي وتسافر. في ناس او في ستات ممكن تفهم ان هو عرفني طريقه شغله من قبل ما نتجوز. صح في فانا لازم في احترم ناس الحته فاهمه دي، فما اقدرش ومتثقفه ويحبون بالظبط. ويثقون ما اقدرش اقول له وقف الشغل. صح. طالما هيبقى في ثقه بيني وبينه وهو يحترمني في غيابي قبل صح. وجودي، فعادي ان هو يكمل اكيد. الشغل. بس شوف، هالشيء انا احسه يعني لازم ما اسوي من الاساس. اقطع الخيط من اول شيء. ما انت خلي بالك في كذا طريقه تانية ممكن تعملها. يعني انت لو هتعمل حفلات جماهيريه زي اللي انت بتقول عليها في جده، توقف مثلا ساعتها انت بقى النايتات صح والديسكوهات، بس تعمل حفلات جماهيريه. ريميكساتك هتفضل زي ما هي. يا سلام عليك، انا هذا اللي شفت جبت لك حل اهو. طيب بمناسبه بقى الارتباط، اوكي بعد اي حد مشهور البنات بتبص له. صح. هل الموضوع ده عمل لك مشاكل في كثير. حياتك العاطفيه؟ والله في حياتي العاطفيه لا، لان في ثقه تامه، بس صارت لي مشاكل شخصيه كثير. انا ما بذكرها عشان ما اقلل من حد ولا انه يكون الشرح سيء، بس سوت لي مشاكل كثير صراحه. عملت لك مشاكل؟ اي والله. طب هل في اشاعه طلعت بسبب الموضوع ده؟ اشاعات يا رجل كتير. اشاعه مين؟ لا تكمل السؤال. اشاعات. اكتر اشاعه بقى انت كرهت ان هي طلعت عليك ونفسك ان انت توصل الصح للناس عنها؟ زين، انا بالنسبه لي ما بقول مشهور، مشغل موسيقى وفي ناس يحبونه. ما بقول مشهور. ما ينفع ان مثلا حد يصور معي سواء كان رجل او حرمه او whatever يعني، بس ما يصير انه يطلعني انا بصوره سيئه. يعني بما مثال جيت عموري انت حفله من الحفلات وطلعت على الستيج وصورت معي، ما يصير انك انت تكتب صاحبي وحبيبي. ايوه حلو. بعدين الناس بتسالك، اقول لك امكي كم عمره؟ انت تخمن من مخك. ما دام ان امكي صاحبك يا اخي خبرنا هو وين. وامكي الحين قاعد مع شله كذي يسوون شيء غلط. طب انت فكرتني بسؤال، كم عمرك؟ فهمت؟ انا 15. كم تعطيني على شكلي الجميل؟ على شكلك انت ممكن تبقى اصغر مني، 28 29. لا اكبر. بس ما بقول لك اكبر. بعد 30. بعد ال 30. انا 31. العمر كله يا رب. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لاهلك يا رب. انا اكبر بعد. اكبر 35. خلاص لا تقول العمر. قريب شوي. خلاص انا اعديها. ماشي انا اعديها. لسه صغير 19 سنه. الحمد لله. اهم شيء ان نسوي رياضه وبنكون تمام. طبعا ربنا يديك الصحه. امين لو امين يا رب. طيب يعني الاشاعه اللي انت عايز تلغيها حته انه يعني مثلا لا تقول عن ارتست معين بمجرد انك انت صورت معه انك انت تعرف عنه كل شيء، لان انت بتطلع بصوره سيئه. يعني في ناس ترى محبين له، مش شرط انا اي حد، في ناس محبين له بس انت تعرف فلان بيسالونك عنه لانه يحبونه، يبون يعرفون عنه. فاهم علي؟ فانت بتوصل شيء غلط، فهذا انت كانك تشوه يعني صورته، بتشوه سمعته. صح. سواء كنت رجل او حرمه فقط. صح. دي اكتر حاجه انت نفسك الناس تبطلها. يعني تخيل انا بنت اقول ما حبيبي انا. ايوه طبعا. مصيبه يا رجل، دخلنا بالحيط. طيب في نخش بقى لحته الراب. انا عارف انت أوكي. دي حتتك. اوكي. ناس كتير ما تعرفش ان اللي بيغنوا معاك اغلبيه اغانيك اخواتك. MS وام جي. طبعا بنحييهم تحيه كبيره. شكرا. عايزين نعرف بدأت ازاي؟ هل هم اصلا الموضوع ده عندهم من زمان ولا انت اللي اكتشفته؟ بقول لك، الشباب هالحلوين الاثنين كانوا يغنون راب من فتره طويله. تمام. فانت تعرف الراب ونظام الراب والدسات انه هذا يواجه هذا فاهم؟ فقلت لهم انتم اللي تسوونه غلط، يعني ما بيوصلكم مكان. فليش تسوون الغلط وتكرهون الناس فيكم؟ او حتى يمكن اطفال يسمعونكم يحبون هالنقاط فيقولون كلام غلط. ليش؟ تعالوا خلونا نسوي. انا وقتها كنت يعني شريك في محل ملابس. فقلت لهم تعالوا خلونا نسوي اعلان للمحل، وبعدها يعني تلبس من المحل وتروح عند MK تسمع موسيقى جميله وتسهر. فقالوا لي اوكي شو نسوي؟ في موزع اعطانا بيت
وعدلنا عليه. طبعا انا عدلت عليه اضفت عليه وقلت حق الشباب هاي الموسيقى يلا نبلش. فطلعت اسمع الموضوع كالاتي: اليوم ويكند يعني بارتي. دي من اشهر الاغاني طبعا. فطلعت هي قبل كورونا بشهرين. من صار الكورونا حجر ما حجر وكل شيء تسكر، ناس ما تطلع. فالكورونا هاي ساعدتني كثير ان الناس سمعوها بشكل فظيع وحبوها. فيا علينا رمضان في الكورونا سكرت انا الميوزك من اليوتيوب وشغلتها بعد رمضان. فنقعدت بشكل مش طبيعي، فانبسطوا. فشافون اني انا قدوة وافهم كثير في الموسيقى واعرف اللي يريدون الناس. ايوه. فهاي بداية القصة، ومنها سوينا الأغاني الباقية، ومنها طلعوا الشباب الجميلين اللي الحين ياس يواصلون الستايل هذا اللي سواه مكي واخوانه بصورة جميلة جدا صراحة. وصار شيء مهم الراب في أي نايت كلاب في أي مكان في سيارة، فالكل يسمع. أتمنى من كل قلبي إن هالستايل ما يخترب ولا يتحول إن فلان يعني يدس على فلان. أيوة. جارب ان شاء الله باذن يا الله. رب. طيب في ناس كتير بتقول ان سبب شهرة MK ريميكساته. صح، هالكلام صح. وفي ناس بتقول لك انت مشهور بسبب ريميكساتك، بس انت ما عملتش حاجة كبيرة، انت مجرد بتعمل ريميكسات لاغاني ناس تانية. أوكي. ايه ردك عليهم؟ شو وظيفة الدي جي؟ وظيفة الدي جي ان هو، ما هي الدي جي غير الريميكسات. يعني لا، الريميكسات ده انا كده بروديوسر. يمكن الناس بعد يمكن ما يعرفون هاي الملاحظة. في ريميكس وفي فانكي. تمام. شو الفانكي؟ هي نفسها الريميكس بس من دون جنجل. شو الجنجل؟ اللي هو دي جي MK، هذا اسمه جنجل. ايوه. فالفانكي بدون جنجل، فانت تعدل الفانكي عشان انت تشغلها لايف. صح. الريميكس عشان تحطها في منصات الموسيقى. تمام. فوظيفة الدي جي انه يعدل الاغنية على تشغيله، هذا بالنسبة للفانكي، ويوصلها الناس بصورة أنا يرقصون عليها ويستانسون من هالكلام. حلو؟ انزين. إذا الناس يقولون MK ترى ياخذ أغاني شخص ثاني أو مغني معين، ترى هاي وظيفة الدي جي. ايوه. عشان يفهمونه. إذا قالوا MK ينشهر من ريمكسات، صح هذا الكلام صحيح، أنا انشهرت من ريمكسات، والدليل إنه يعني الفيوز مالي أو المضافين في اليوتيوب أنا أكبر عدد يعني دي جي عربي سواه. فهمت؟ فأنا أفتخر بهالشيء، وبالعكس هذا شيء جميل. فاهم علي؟ طبعا. شيء جميل جدا. أنا انشهرت من الريمكسات، والريمكسات هي اللي ساعدتني يعني المشاهدات والناس اللي حابون من الريمكسات ساعدتني في موضوع الراب. صح. وصلت الموسيقى بصورة سريعة. صح. فاهم علي؟ فالأساس مش الراب، الأساس الريمكسات. ولين اليوم يعني مثلا نحن ناخذ فترة 3-4 شهور لما ننزل أغنية ثانية. أنا شو أسوي؟ أنزل ريمكسات، فالناس يحبونها الريمكسات. وكل فترة في ريمكس يطلع ترند. وأنت عارف هالشيء. أنا عارف. يطلع ترند، هالشيء جميل يساعدني. يعني معناته الريمكسات شيء أساسي. طبعا. ويساعد كثير في الموسيقى، يساعدنا كثير حتى في الإعلانات وهالسوالف، يساعدنا كثير. يعني يوصل الشيء بصورة سريعة. أنا عندي أقوى شيء اليوتيوب صراحة. ده أكيد خلى إن في دي جيهات تانية في نفس يعني دي جيهات يحبون عربيين الشيء ويسوون موسيقى، بيحبوا يسووا. في دي جيهات تانية بيغيروا. عادي، الله يهديهم، شو أقول لهم العودة. هل أنت اتعاملت مع دي جي حسيت إن هو مش هقول لك حاقد عليك، بيغير منك أو يعني حاول يقلدك؟ أيوه. لا مش خلي التقليد روح نجاح، بس بنتكلم عن الأذية. أنا أول ما يعني طلعت من موسيقى الراب والريمكسات وانشهرت كثير، كان عندي صاحبي دي جي وأنا أحبه كثير لين اليوم يعني، بس في خلل من بيننا، والخلل طبعا مش من طرفي. فأول ما نزلت اسمع الموضوع كالآتي، فقال لي ما شاء الله نزلت أغنية جميلة وكل الناس يسمعوها. قام هو هذا الدي جي اللي هو صاحبي ركب صوت يوم في وسط الأغنية يقول دي جي MK صوت مش حلو، صوت سيء، يعني انه كان استهزاء بالاسم. فكان يشغله في اللايف، هو يشتغل في كلاب يعني، فكان يشغله في اللايف. فاتصلت له تلفون قلت له يا ولد الناس ليش تسوي كذي موسيقى؟ قال لي يعني الأغنية وصوت عادي. قلت له لا مو بعادة، شيء سيء يعني، انا اربيعك. وعلى فكرة كان عنده كوفي
كان شريك في كوفي، سويت له اغنيه حق الكوفي ماله، تخيل. كمان ايه، فطلعني بصوره سيئه صراحه للناس. ما علي، الله يسامحه. بس يعني حسيت انه غيره غيران صراحة. من الحته اللي انت وصلت له. هي وانا شوف في الامارات انا من العين يعني. فصرت يعني ساكن في دبي واشغل في دبي. حسيت هالموضوع بعد غيره لين اليوم متأذي. يعني اذا مثلا طلع حد في السناب، يا اخي روح العين شوي بانك دبي انت خلاص، فهمت؟ بهالطريقه. فهالاشياء حسيتها فعلا غيره، وكانت مضره كثير، لان يوم انت تسيء لحد بتضطر انك انت تشوه سمعته وتتكلم عليه. صح. فواجهت مشاكل كثيره من هالسوالف. طيب، وهل انت شايف ان انت مجرد ترند دلوقتي وهيختفي، ولا انت شايف نفسك كمان 5 سنين هتفضل زي ما انت او اكتر؟ طبعا انا بتمنى لك ان انت تبقى اكتر ودايما مكسر الدنيا، بس انا بقول MK شايف من جواه ايه؟ ايوه الحركه. انا اشوف انه اذا الفنانين ما صاروا ينزلون موسيقى، MK بيختفي خلاص للابد. تخيل انت في فنانين بيوقفوا موسيقى، كل الفنانين في العالم. حتى لو فنان فلان وقف هيطلع فنان تاني واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. اوكي، انما الموسيقى مش هتقف. فمعناته MK ما بيروح تحت، بيروح دائما فوق. موجود. بس هل الترند هيفضل موجود؟ انا طال عمرك انا مش ترند، انا سويت ترند. سويت ترند؟ انت تعرف انت اللي هالشيء. عملت الترند. انا اللي اسوي الترند. احيانا تضطر ان انت تخلي شيء ترند عشان تنجح اكثر. ايوه. احيانا انت لازم تلفت الانظار عشان الهدف تنجح اكثر. دائما الشخص الذكي او اللي يبي ينجح لازم يسوي له خطه، يجيب ورقه وقلم يدرس خطته وينجح. لازم يكون مبدأ انجح ولا انجح، صح. ما في خيار ثالث. فان شاء الله دائما بكون ناجح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هل استخدمت النجاح ده في ان انت او شهرتك في ان انت تاخد حاجه مش من حقك، او حاجه انت كنت عايزها بس مش هتعرف تجيبها غير بالطريقه دي؟ شيء مش من حقي صراحه لا ابدا، ولا بستخدمها نهائيا. بس استخدمت شهرتي مثلا يوم من الايام عشان اساعد نفسي انجح اكثر. بس اما اني استغليتها عشان هدف معين او اخذ شيء مش لي، لا حشا. الحمد لله. الشهرة غيرت حاجه فيك؟ ثقفتني. بس الشهرة ليها تضحيات. اكيد ثقفتني كثير. ايه التضحيات اللي قدمتها للشهرة؟ استوت دائرة صغيرة كثير. صارت شوف الشهرة تخليك ما توثق في حد، لأن أغلب الناس اللي يبون يصيرون أصحابك أو قريبين منك عينهم على شهرتك، يستغلون منها شيء صعب. يعني مثلا أي مشهور في الدنيا إذا حصل إنسان طيب ويحبه ويعامله كشخصه مش على شهرته بيتعلق فيه بيديه وريوله. بس نحن بالنسبة لنا اللي ننشهر صعب هالشيء، فاللي ضايق في الموضوع تكون دائرتك صغيرة جدا، واحيانا حتى الدائرة الصغيرة هم اول ناس يغدرون فيك. والله في حد عمل كده؟ كثير ناس الله يستر عليهم. يعني خسرت ناس بسبب الشهرة؟ اي والله، خسرت ناس بسبب الموسيقى، خسرت ناس بسبب الشهرة، خسرت ناس بسبب غيرة، خسرت ناس بسبب فلوس، خسرت ناس ندمان عليهم؟ أشياء. لا مش ندمان عليهم والله، اتثقفت منهم كثير اشياء. قمت اعرف الشخص اذا يبى مني شيء، قمت اعرف الشخص من وجهه هل هو طيب او لا، قمت اعرف الشخص اذا طال عمرك حسيت بشيء غريب ان هذا زين، قمت يعني في تفاصيل او احساس او شيء تعلمته من هالتجارب كلها. يعني تخيل شخص قريب منك كثير قريب يغلط عليك، وغلط كبير جدا، الله يسامحه. انا ما اشيل شيء في قلبي وراضيت كل الناس على فكرة، يعني انا اللي راضيتهم، بس ما اقدر اعيش معاهم مرة ثانية، لان خلص من التجربة اللي تجربها انا اقول الحمد لله على هالتجارب لاني تعلمت كثير، بس بعد يظل شيء في داخلك انه خلاص ما تقدر.
ابدا. طيب. فعشان كذي انا مش ندمان عليهم، انا بالعكس اشكرهم لاني تعلمت، يعني اختصروا لي وقت حياتي. يمكن في ناس على بال ما يتعلموها شيء يبالهم 10 سنوات، انا تعلمته في فتره قصيره خدت كذي خبره في سريع. الحياه وفي الناس. اي والله. ايوه. طيب طبعا انت عارف ان المجال بتاع الديجيهات فيه كتير فيديوهات كتير جدا. ايه نعم. عد لي منافسينك او اللي انت بتعتبرهم منافسين ليك، مش شرط تقول اسامي، بس قولي مثلا 2 3 4. انا شوف بقول لك من داخلي شو بالضبط وبكل امانه. انا احس منافسي واحد بس، ومنافسه شريفه. تعرف ليش؟ لان هذا الواحد سوى اسمه، يوميم كان يعبيه بزياده. 3 سوى موسيقى وتعب عليها كثير، وصار كل شيء سهل الحين لأن عنده كثير ناس يساعدون، الله يرزقه ويوفقه. أحسه هو المنافس الوحيد اللي يبيع. وأحس بإحساس ثاني أن أي دي جي يروح مكان يعبيه، ولا يروح مثلا حفلة جماهيرية كبيرة ويعبيها بدون مساعدة حد، هذا منافس لي. بس منافسة شريفة في الشغل ومن الأقوى في هالشيء. هاي منافسة وايد حلوة. يعني هو سوى شيء انت لازم تسوي شيء افضل، وهو يحاول يسوي شيء افضل منه. هاي منافسه شريفه. هاي للمنافسين اذا يقدرون يبيعون. اما مثلا عموري انت عندك مكان ومكانك اوردي، ولو حبيت تغير تبدي جي ثاني، ما يصير هالدي جي يصور هالعالم كلهم على اساس انه جمهوره ويعتبر نفسه منافسي. ما يصير. انا اشرح عشان الناس تفهم. فالشخص اللي يقدر يعبي ويبيع هذا منافس لي. بس بالنسبه لي عندي منافس واحد بس. ايه. وحش في المجال، احبه انا كثير. طالما منافسه شريفه صاحبي قول اسم. طالما منافسه شريفه ما اقول اسمه، يمكن هو ما يحب مثلا او الناس يمكن يعني يوصلون كلامي بصوره سيئه له، فهمت؟ انا احبه كثير، هو صاحبي، بس خله كذي احسن. طب كل الناس تعرفه. اول حرف من اسمه الف. بس خلاص عرفناه كلنا. كل الناس تعرفه. وحش وانا احبه كثير والله. شوف هو غير في الموسيقى باحساسه وتفكيره، بس غير صح، غير كثير في الموسيقى ورفع الدي جي درجه. فاذا هو يرفع الدي جي درجه وانا ارفع الدي جي درجه، فبنسوي قالب وشيء جميل في الموسيقى. طبعا. فهمت؟ طب فانا احبه كثير، احبه وايد احبه. انت بتقول ان دي منافسه شريفه. اي نعم. هل في ديجيهات تانية حطوك غصب عنك في منافسه غير شريفه، او حسسوك ان انت يعني احنا اعداء ليك، مش منافسه بقى زي ما انت والله عموري شوف، في كثير بس بكل امانه، لان انا ما اريد اسوي حق اي حد ياس يستغل هالشيء بصوره سيئه او يشوف نفسه منافس لي او ياس يضرني. اما بتكلم عنهم عشان ما اعطيهم اهميه، بس بالمختصر لا اراهم شيئا. انا الحمد لله بخير، اهلي بخير، عندي عقود تمام، العقود المليونيه مخباي متروس. لا اراهم شيء. اما مثلا المنافس لي اتابعه، احب شغله، احيانا حتى اروح اسمع له وهو نفس الشيء. فهمت علي؟ هاي منافسه شريفه. فاهم؟ هو سوى شيء حلو، انا بعد لازم اسوي شيء حلو في الموسيقى. هاي منافسه شريفه. طب ولو واحد من التانيين اللي انت بتقول عليهم دول ان انت لا اراهم، لا تعطيهم اهميه بليز، لو ضربت معاهم تضرب، تعتبرهم منافسين شريفين برضو؟ انا ما اعتبر شخص ما يسوي موسيقى منافس لي، بس في منهم كتير بيعملوا مزيكا. انا ما اعتبر شخصي مكان متروس يصور جمهوري منافس لي. انا ما اعتبر هالاشخاص منافسين. انا ما اعتبر واحد يسوي مشاكل وهذا عشان يطلع يسب فلان. فهمت؟ في كثير في الوسط هذا صاير كثير مشاكل من هالاشياء. بس انت لو بتدقق على الديتيلز، شو انجازاتهم، شو ولا شيء، ما في شيء. فانا العود حرام اني انافسهم اساسا. عرفت علي؟ أيوة. في حق في ناس تسوي، انا ما اجمع الكل. انا في ديجات كثير احبهم، وفي ديجات كثير اصحابي واساعدهم واحاول اسوي كثير. ليش؟
ابى الفن يعني فن الدي جي يوصل ويتطور ويكون له ارقام كبيره في وايد، وانا احبهم واشجعهم. هذا مش معناته انا خصيت واحد وكل حد له ارام، لا انا اتكلم عن الناس اللي ما تسوي ولا شيء عشان تكون في الصوره والناس حتى تفهم، اللي ما يسوون ولا شيء ومسوي نفسه دي جي او اشترى جهاز وقال انا دي جي، فهم؟ هاي للناس فقط. طيب هل في مشاكل ما بينك وما بين دي جيهات تانية؟ انا بالنسبه انا ما عندي مشاكل، الناس او الدي جيات عندهم مشاكل معي. ايه سببها؟ والله كثير، يعني لو تكلمنا الحلقه ما تكفي احس. معنا وقت يعني خلاصة كده. خلاصه طال عمرك نفس انت ما قلت غيره، وطال عمرك يبى يوصل بس يختار الطريق الغلط. في واحد ذكي ياس يوصل معاي اختار الطريق الصح. تعرف انت عدل، اوجه له تحيه دي جي سامي، اختار الطريق الصح. طال عمرك ما في يوم هو ابن اصل الله يوفقه، ما في يوم شفته يستغل الشغل عشان شيء خاطئ او عشان مثلا حريم او شيء. يحب الموسيقى، يسوي موسيقى جميله. قلت له تعال انت في ظهري. شو سوى؟ يا قدامي قال لي انت بعد في ظهري. هاي الاشخاص اللي انت تكمل معاهم حياتك وتحاول طال عمرك تدعمهم بكل ما عندك. انا من كثر ما يعني ادعم سامي، انا طبعا اقول كذي يمكن حد بعدين بيقول ياسي ذله ياسي، لا والله حشا، انا افتخر اني ياسس ادعمه لانه هو طيب وابن اصل. بقول لك شيء، يعني شوف الاشياء كلها اللي اسويها حق سامي، تعرف سامي شو يسوي؟ يساعد اخوي يدعمه. تخيل، شوف هي حلقه تدور. ايوه. فيفتخر انه ساعد اخو مكي. فالاشياء يمكن الناس تشوفها بطريقه خاطئه، انت تذله انت، لا والله. يعني انت يوم تسوي شيء حق اخوك او تجيب له سياره تستانس وتقول حق كل حد انا جبت حق اخوي سياره، انا كذي. هي والله العظيم مو بتقليلا في حد، بس اختار اللاين صح. ليش اختار اللاين صح؟ لان اول شيء عرف الخطوات اللي انت تخلي الناس يحبونك. وصل له الاحساس في الموسيقى، وهو قبل عنده احساس فظيع، بس وصل له احساس من لاين معين انه يوصله للناس اكثر. فهالشيء حلو. الحين ما شاء الله طبعا عشان تعرف السيزون الجاي انا ما بكون مع سامي، لانه من كثر الدعم يقولون سامي الحين اللي رافع عنك. لا والله ما اخذ عنك. انا اول مره اعرف المعلومات. والله العظيم يجيني كذا كومنت سامي هذا وين يعرف يشغل ام كي، سامي اللي شال. فالسيزون القادم سامي ما بيكون معي، لان سامي ما شاء الله عليه صار عنده عقود وحفلات خاصه فيه. فهالشيء جميل جدا يا رجل. خلاص انا اروح احضر له. اي والله اكيد. طب لو انتوا الاثنين بقى جيتوا في نفس الوقت احضر لمين فيكم؟ يوم انا ويومه. يوم انت ويوم هو. خلاص ماشي اتفقنا. طيب سؤال يمكن تقليدي شويه، بس هي حاجه هتبقى مش مألوفة للناس عن ام كي. اوكي. لو حياة ام كي هتتحول لفيلم، ايه اكتر لقطة في الفيلم ده انت هتبقى مصمم ان الناس كلها تشوفها؟ بس تبقى لقطة معينة، ما تبقى الفيلم كامل. اكتر لقطة لازم الناس تشوفها عن ام كي. اللقطة يا طويل العمر فيلم. اللقطة يوم مصور هالصورة. اللقطة كانت شعورها جميل جدا، وكنت في يوم او في حفلة الناس فوق بعضها، بس اللقطة شعورها مع اللي كان يصورني واللي موجودين. وكان اليوم من آخر الأيام اللي أنا كنت بخلي مكاني اللي سويته مكي كلب. فأبا هاي اللقطة يشوفونها ويشوفون شعوري أنا واللي صورني والناس الموجودين، شو شعورهم يوم يشوفون مكي. هاي ضروري تطلع من كل الجهات. دي أهم لقطة. إيه والله. طيب لو صحيت بكرة لقيت ان مفيش ولا متابع على السوشيال ميديا بيتابع ام كي، اوكي، ايه اول حاجة هتعملها؟ ببدأ من الصفر. هتكمل برضو في المزيكا؟ هتبدأ اكيد، لان
شوف يعني ما كان الموضوع سهل ابدا انك انت تصمم انك تسوي لك اسم، والاسم هذا فيه اهداف كثيره، وتشقى وتتعب وتحاول مره وتفشل ومرتين وتفشل وثلاث وتفشل وعشرة وتفشل، وبعدك انت مصر انك انت تشتغل على نفسك وتسوي وتسوي وتسوي. ففشلت مليون مره، ومش بس في الموسيقى، في كذا مجال، بس ما اوقف ابدا ابدا لحد ما تتجوز. مستحيل. إيه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب. لا بس هاللاين بعيد عن لا ما دي حاجه تانية. طيب انت شايف او من راي ام كي هنا النجاح او الشهره هم اللي اختاروك ولا انت اللي استغلتهم؟ مره ثانيه، النجاح والشهره هم اللي اختاروك ولا انت اللي استغلتهم او انت اللي رحت لهم؟ لا انا ما رحت للنجاح، لان انا يا طويل العمر حتى اصحابي كانوا مشاهير كثير، ما عمري قلت حق حد منهم صورني او طلعني معاك. ما استغليت حد عشان انشهر، عمري ما غلطت على حد عشان ارتفع بعد زياده، لا لا لا، تعبت على نفسي، سويت موسيقى وحاولت مره ومرتين لين ما دخلت قلوب الناس. بس هذا معناته مش انا اللي رحت لها، هي اللي جتني، هي اللي جات لك. فهمت؟ بس جتني بتعب وتضحيه. ايه، جتني بتعب وتضحيه. فشعورها جميل يوم انت تكون في اخر الدرج فوق وتحاول انك تصعد بعد زياده زياده زياده، حتى لو طحت ترد تحاول تقوم وتصعد. ها شعوره جميل ترى جدا. وحتى لو ما كان عندي ولا متابع برجع ابدا من الصفر، لان انا مريت في حياه بديت من الصفر يمكن 3-4 مرات. كل ما اطلع سلم ارجع احاول ابدا من البدايه، لان واجهت وايد من المطبات اللي خلتني ارجع من الصفر. وهل في شخص خسرته وعامل لك لغايه دلوقتي وجع بس انت مخبي الحوار ده؟ خسرت وايد ناس وسووا لي وجع لي. لا في شخص معين انت خسرته مش قادر تتخطاه لحد دلوقتي؟ لا ما في، تخطيت كل الناس اللي وجعوني، تخطيتهم بشكل فظيع. مفيش حد معلم جوه أبداً. لغايه دلوقتي؟ ابدا. سووا يعني، شوف احيانا انت يوم تكمل مع اشخاص عشرة فتره طويله صعب انه يعني حتى لو اي حد قال عادي يا ريال خلاص طلع من حياتي، لا لا لا، صعب، لان هاي الناس كليت وياهم عيش وملح ورحت ورجعت وياهم سواء كان رجال او حرمه. فسنوات هاي راحت كذي هباء منثوره، لا، فاكيد بيوجعك الشيء بشكل فظيع، بس مصيرك انك انت تتخطاه. لان بعطيك مثال، لا سمح الله يعني الله يطول بعمارنا، كنا لو حد توفى بتصيح عليه اليوم بكره شهر بتستمر الحياه، ما بتوقف، صح ولا لا؟ صح. سنه بتنساه، بتتم تتذكره وتزوره وتسلم عليه طال عمرك بين فترات، بس اغلب وقتك انت عايش حياتك. فهم؟ فاكيد تتخطى اي بني ادم. طبعا. طيب من رايك ام كي شخصيته غير شخصيه محمد ولا هما الاثنين شخصيه واحده؟ يا اخي انت ذكي شي وايد، ليش؟ زين، السؤال هذا يا طويل العمر، ام كي ومحمد شخص واحد، انا متاكد من هالشيء، بس ام كي في شيء واحد غلط فيه. تمام؟ وهالشيء حلو يعني بالنسبه لشغلي. ام كي شوي كذاب. كيف كذاب؟ كذاب. ايه، كذاب في مشاعره، مش كذاب في الكلام. ايوه فاهم. كذاب في مشاعره. كيف كذاب مشاعره؟ يعني اضطر اني اتحمل كثير ناس في حالتهم اللي مش طبيعيه. انت فاهم علي طبعا. اضطر اني اجامل كثير ناس، حتى يعني حشاهم ادري ان هذا حب انه يبي يصور معاي، بس تصير اشياء سيئه في هالوقت. او الشاكليه اللي بتصور معاي شوي تطلعك انت بصوره سيئه. فهمت؟ تضطر انك تسكت على الناس مثلا، او امكي يضطر يسكت على الناس مثلا تسبه
مش تقذف بس تسب بطريقه مو بحلوه. يعني مثلا انت ياس تشغل يلا يلا شغل مصري، مكي كذاب مشاعر ان شاء الله حاضر تامر امر على الخشم. فمكي كذاب من ناحيه المشاعر، بس لو محمد سوى 60 مشكله. يعني شخصيتين مش شخصيه واحده. انا ما اعتبرها شخصيتين، انت يمكن الناس يعتبرها شخصيتين، انا ما اعتبرها شخصيتين، اعتبرها شخص واحد بس شوي ما يطلع مشاعر. وجهين. خلاص كيفك وجهين يا رجل. طب حابب انهي وجه فيهم اكتر؟ احب مكي لانه لطيف وطيب. يعني محمد مش لطيف ولا طيب؟ ويحب كل الناس ويساعدهم ويضحك معاهم ويرقص معاهم يفرحهم. يعني محمد مش ولا لطيف محمد ولا طيب؟ كله في البيت يسوي موسيقى وقاعد في البيت بس. يسوي موسيقى حق مكي. يعني محمد مش طيب. محمد طيب بس يعني عصبي وايد كثير يعني فاهم. عصبي. اي والله. ابعدوا عنه يا جماعه. لا تقولوا انا احبهم كلهم. طيب لو حد شاف الحلقه دي، او بلاش لو حد شاف الحلقه دي، نصعب السؤال شويه. اوكي. شخص، مش هقول لك قول اسمه ولا تقول لي هو مين، بس عايزك تقول له كلمه من خلال الحلقه دي. بقول حق كثير اشخاص عادي اشوف الكاميرا واقول براحتك عشان يشوفني فيس تو فيس. وجهها له هو. بوجهها لشخصيات. اول شيء الشخصيات اللي خذت من عمر كثير، الله يسعدكم ويوفقكم، وشكرا على كل الدروس اللي علمتوني اياها. صراحة خليتوني انا اللي هو انا. وبوجه كلام لشخصيات اخرى، كل الناس اللي قالت لي كلمة طيبة وساعدتني كثير واعطوني معنوية، سواء انا كنت مريض او طايح او شو ما كان عندي من المشاكل، كلمة واحدة قالوها مثلا في اي موقع تواصل اجتماعي خلاني سعيد اني انا اكمل. شكرا لكم، الله يحفظكم ويخليكم وان شاء الله ما يصيبكم مكروه. والمجموعة الاخيرة اللي ياس تضرني وياس تسوي وايد اشياء سيئة عشان يشوفون مكي سيء او يطلعون مكي سيء قدام الناس، بعد شكرا، لان الناس هاي اللي تشوهون سمعتي او صورتي عندهم يوم يشوفون ويعاشرون يتعاملون معي يحبوني. فشكرا لكم انتم كلكم. ده خليك بص للكاميرا عشان خليك تقول حاجه ثانيه. قلت لهم. لا في سؤال بقى جاي. قول. وبرضه هتجاوبه في الكاميرا. اوكي. لو حقيقه اتنشرت عليك وهي حاجه حقيقيه فيك، بس الحقيقه دي هتخلي ناس كتير تغير رايها فيك، بس انت في نفس الوقت هترتاح ان هي طلعت خلاص، ايه هي؟ احس ما في، بس انا قلتها قبل شوي اللي هي ان انا عصبي كثير يعني. لا انا بقول لك دي حاجه في الشخصيه. شوف بقول لك انا شخصيا يعني المجال اللي فيه لازم اجامل، ما اقول احيانا اشياء صح، بس انا ما اقدر انا اعطي في الوجه دايركت. يعني انت لو كذبت علي بقول لك انت كذاب، فهالشيء يمكن يزعل، فهمت علي؟ يعني وايد شعور احسه سيء اني انا ما اقول، هاي احسها تضايقني كثير، بس انا من طبيعتي وهالشيء يمكن يشوفون الناس غلط، واضح واعطي في الوجه. يمكن ما تفهم، انا اعطي وجه يعني تدي في الوش. ايوه دايركت، فهالشيء يزعل. يعني مثلا انت دي جي غلط مثلا تدخيل، اقول لك انت شو تسوي هالشيء غلط. حتى لو في الزحمه وايد غلط، انت لازم تكون كذي احسن، فاهم؟ فهالشيء يمكن يضايق الشخص الثاني او يزعله. ايوه. فعشان كذي انا اقول لك شوي يمكن كذاب ما يطلع مشاعر الصدقيه. بس دي في احيانا بتبقى غلط وفي احيانا بتبقى صح. شوف هي بشكل عام صح، بس الشخص الثاني يمكن ما يتقبلها منك. فاهم؟ لان انا صريح انت تعرفني يعني معاشرني طبعا وايد يعني اعطي في صريح وفي الوقت ما انتظر. ايوه. فهاي مشكله يعني. هل عملت لك مشكله قبل كده مع ايه كثير
وناس كانت شغاله معاك. ايه يعني بما مثال يوم من الايام يا صاحب شركه وهو صاحبي كثير قال لي يمكن اباك تساعدنا شوي ان نحن نساعد هالدي جي ان يتقبلون الناس اكثر وصوره معانا بهالطريقه. فرحت صورته وما شاء الله يعني الله يوفقه ويسعده، سوى شيء حلو في الوسط او في الشركه اللي هو شغال فيها. فصار يقول سوي حفله انا معه، ليش حاطين صوره MK قدام؟ حطوا ورا وانا صورتي قدام. يعني على الاشياء ما لها داعي. هذا شيء مثال 1% من الامثله الموجوده. فهمت؟ فالاشياء غلط. انا وانت يوم نكون على الدي جي بوكس نحن شخص واحد. صح. اهم شيء نسمع الناس موسيقى جميله. صح. ما له داعي هذا قدام هذا ورا، هذا مسوي له استقبال وهذا سيارة اعطينا سياره فلانيه الفندق الفلاني، كله ما له داعي. لازم انت تعرف طال عمرك كيف تحب الناس وتوصل لهم موسيقى جميله، لا يهمك هالاشياء لان هالاشياء كلها بتيك. انت كل ما ارتفعت درجه بيك شيء اقوى. صح. فلا تشوف على هالطريقه، يعني هالاشياء انا احسها سيئه. طيب ما تيجي نخش في حته الحفلات بقى نتعمق فيها شويه. يلا بمشاكلها يلا من قبل ما نبدا. يلا يلا. ايه اكتر دوله MK بيحب يعمل فيها حفلات؟ مصر على طول. مصر. لان تشوف مصر ناسها شرحين، يعني يحبون الموسيقى، يحبون يغيرون جو، ويونها كثير جنسيات عشان ينبسطون في الشارع ينبسط. طال عمرك اذا راح حفله ينبسط، اذا راح مطعم ينبسط. فاهل مصر شرحين فنحب نشتغل معاهم. فهم؟ وبعد انا احب حفلات السعوديه لان من تسوي حفله يعني وانت ناجح بيكون العدد رهيب بتنبسط كثير وياهم. فهمت؟ هالمكانين اللي انا احبهم. وطبعا احب اسوي حفلات دولتي بس يعني مكاني مهما كان. فهمت؟ فايزي الحفلات فيه وجميله جدا، بس اكثر شيء احبه مصر صراحه. مصر رقم اي واحد. نعم. واكتر جمهور؟ اكثر جمهور احب الجمهور السعودي. جميل لان في يعني يفهمون في اللي انت تقدمه. ايوه من القلب يفهمون فيه، يعني ما بيقول دي جي شو اغاني، ترى دي جي وهذا دي جي، لا. كل دي جي مميز بموسيقته. صح. بس اهل السعوديه يفهمون كثير في الحته. تعال نخش بقى في حته المشاكل. المشاكل. انت تحب المشاكل عموري. سخنها بقى شويه. يلا بينا. في اشاعه طلعت من فتره ان انت كنت هتسيب الشركه اللي انت كنت فيها. صح. مش اشاعه، هذا شيء صحيح. يعني كان فعلا كنت هتسيب الشركه. نعم. تقدر تقول السبب ولا؟ اقدر. إيه طال عمرك اول شيء انا لو خليت الشركه انا كنت بخليها بكل حب واحترام، لان كل الشركاء في هالشركه والناس اللي اشتغل معاهم جميلين واحبهم، وطال عمرك سلسين في الشغل، ما تشوف منهم مضره، ولا حد يتكلم عليك ولا يقول لك قال وقال ولا يقول لك صور واعلان، ما يتدخلون فيك نهائيا. يسوون معاك ويساعدونك، لان انت شخص واحد ما تروم تنجح اماكن فترات طويله، وانا معاهم سنتين مش يوم ويومين، فلهم يد في كل نجاح قدمناه للناس. فانا كنت بخلي الشركه عشان اكبر، يعني انا افكر في وايد اشياء قدام. انا ليه متى بشغل دي جي؟ ليه متى؟ فبأكبر، فتيني عروض أكبر. فالصراحة صفينا على أن نحن ما نخلي بعض لو شو ما يصير، ولو أبى أكبر لازم أكبر ويا الناس اللي أحبهم وأعزهم ويحبوني صراحة. وجددت سنتين. كنت أجدد كل سنة، فسوينا عقد مليوني، وطبعا بالدولار لسنتين. سنتين إن شاء الله. الشركة دي في ناس يا جماعة أنا آسف يا زقاطك، هاي الشركة أبوفيا عشان تعرفون. أنا آسف. تزنون لنا يعني، بس حاجة أجيلك أنا دلوقتي وأنت معانا. أيوة ما في. إيش
عشان لانه هو يهاجمني لازم شوي. طيب بس انت هاجمتني، هسخنها لك انا بقى. يلا. الشركه دي في ناس انت كان نفسك ما يبقوش موجودين في الشركه، مش شركاء ولا كلهم لا بكل امانه مش شركاء، موظفين. موظفين؟ ايه، حتى موظفين راحوا، في منهم راحوا. كنت انا اقول يعني حتى في خاطري بيصير 1 2 3 سبحان الله يصير. سماتهم في وجوههم. ولسه في تاني موجودين؟ في كذا شخص، بس شوف انا من النوع اللي ما اتدخل في شيء ما يعنيني. انا اسوي شغلي بكل احترام وادب واروح. بس في ناس تخرب، ما تتمنى لاي شخص الخير. يعني انا اشوف مثلا عمور، يعني عندك $1,000,000 ومرتاح، مثلا في حسابك $1,000,000 ومرتاح، لازم انا الشيء الصح اقول يا رب وفقه وزيده وعطني نفس ما تعطي يا رب، صح، وان شاء الله اكون احسن منه وعندي اكثر. هذا دعاء بالاحترام، اتمنى له الخير. في ناس ما يقولون كذي. ليش عنده؟ هو كيف صار كذي؟ يبصوا له في رزقه. وليش احسن مني؟ تبدا المشاكل. شوف الاسلوب والطريقه، طريقه التفكير. أيوة. يعني تبدا المشاكل والاشياء السيئه. فهمت علي؟ ففي كذا شخص بهالطريقه. وهل ده اثر على علاقتك مع الناس اللي ماسكه الشركه؟ من فتره شوي، لان تشوف كثر الكلام في الاذن يخليك انت تشك. فهمت؟ بس لا، علاقتي قويه جدا معهم. لو شو ما يستوي الحين ما بتصير اي مشكله، لو شو ما يصير. هو ما صارت مشكله اصلا من قبل، بس حساسيه بسيطه. بس انا يوم شرحت تفتحت عقولهم شوي. قالوا هذا الانسان اكيد صح، ولا انا ما بشتغل معهم سنتين بيجددوا معي سنتين. صح. طب في شخص انت عارفه وانا عارفه، اوكي وانت لسه قايله من شويه. اوكي. الشخص ده بالنسبه لك لو كان جه في يوم قال لك الاب الروحي هذا. طبعا الاب الروحي يا الله. طبعا. انا عرفت ان هو سبب كبير في ان انت أيوة. تكمل. اي والله. هو اللي قالها بصريح العباره، قال انا اشوفك مثل ولدي عمر، واللي انت تامر فيه بيصير. كم تسوى يوم شخص بكبر ابوك يحترمك ويقدرك ويشوفك نفس ولده؟ يوم تغلط يقول ها فلان ترى انت غلطت، ومش من دمك ولحمك ولا لا صلة فيك، صح. بس حبك من الله وانت تحبه من الله. اب روحي ليش؟ لانه يساعد كل حد ويحب كل حد، كل امانه. مش عشان انه ابوك، انا اسف، بس ترى هو مثل ابوي انا بعد. طبعا. شخص انا احبه كثير واحترمه، وصراحه تقدر تقتدي فيه بالاشياء اللي هو يسويها، يساعد الناس ويسوي صراحه. هو واحد من الاسباب، او هو اول سبب رئيسي خلاني انا يعني ما اتكلم واقول له اللي انت تريده بيصير. انت في حاجه بقى قلتها لي بره الحلقه، اقولها ولا ما اقولهاش؟ لا ما اقولهاش. لا. عشان تبقى تزنوني تاني، لو زنقتني تاني هقولها. قول اقولها. قول. ماشي. انت قلت لي ان ساعه الاجتماع بتاع التجديد ايه حصل موقف خلاك تعيط بسبب الراجل ده. اوكي. انا طال عمرك طبعا كبرت وانا بدون اب. يا اخي يوم تشوف شخص يعاملك شي ويهتم فيك ويتدخل في مشاكلك تحسه قريب منك وايد. انا اقول له عمي محمد، بس انا اشوفه نفس اب صراحه. انا ما عيط يعني، بس عينك دمعت. شعور والله انه ما ينوصف. يوم شخص تحبه يقول لك خلاص مهما كان عندك العروض كبيره برا، يا اخي تعال، يا اخي انا مثل ابوك، تعال عندنا، تعال معانا. انت ما شاء الله عليك سويت نقله نوعيه في الشركه وسوينا كثير اشياء مع بعض، فخليك معانا. شو تبغى؟ تبغى تكون شريك؟ تعال. تبغى يا رجل اماكن؟ تعال انا بسوي لك. يعني
هذا بحد ذاته حب، لان هذا الشيء ما يصير مع اي شخص وما ينقال لاي شخص الا اذا انت بثقه تامه مع هالبني ادم. صح. بس انا اقول له عندي عروض، شوف الارقام، خلي تولي الارقام وخليك معانا، ينتهي الكلام. اكبر عنك تحترمه تشوفه مثل ابوك، خلص الكلام انتهى. الكبير يوم يتكلم، الصغير شو نفذ. صح. هذا اللي صار. فالعين لمعت شوي ونزلت دموع، حضنوني، يا سلام هاك الشعور. شعور جميل. استانست. اكمل. استانست. حق العالم كعيط. استانست. يلا قول. ماشي. طيب دي الشركه الحاليه اللي انت معاها. اي نعم. وانت بتقول بقالك سنتين معاهم. اي نعم. قبلها كنت شغال في اماكن تانية طبعا في مصر. صح. حابب نخش في الحته دي؟ ايه يلا. الاماكن اللي انت كنت شغال فيها قبل ما تيجي الشركه اللي انت فيها حاليا، اي نعم. سبتها ليه؟ ما في تنسيق، ما في ترتيب. طال عمرك، انا يعني شخص واحد يقول لك يدين وحده ما تصفق. فكل انا ابى اطلع شيء حلو للناس، انا يهموني الناس. يعني انا ما يصير اسوي حفله تقول حق العالم والله دخول بس حفله MK 20,000 جنيه او 15,000 جنيه. فانت تستغل MK انك تبيع. MK اوريدي انت تعطيه مثلا رقم، بيسوي لك الرقم وزياده بس بالمعقول. صح. فهم؟ ها واحد من الاسباب. السبب الثاني اني اشتغلت مع شخص ما وقعت مع عقد، اشتغلت معاه سنه كامله وكانت اماكنه طايحه. فهمت؟ فيا MK ورفع اماكنه. انت ما يصير تعلقني. كيف تعلقني؟ يعني بما مثال الموضوع صار كالتالي: شهر 12 بدايه 12 السلام عليكم اخوي، شو اخبارك، شو صحتك، شو جدولنا لهالشهر؟ متى رد علي؟ راس السنه. في شهر 12 حيوي في شغل كثير طبعا. انا ما اقدر اقطع رزقي في مصر مثلا عشان ان انت مسوي لي طاف يعني. فاهم قصدي؟ انه يعني ساحب علي. أيوه. فهمت؟ فانا شو سويت؟ رديت عليه بعد شهر، كتب لي راس السنه انا اسف كان عندي ظروف. شهر يا رجل، انت تقطع رزقي. فرد علي بعد شهر، بمجرد ان انا ما عندي عقود فما اقدر اسوي شيء. رديت عليه بعد شهر، قلت له مشكور الله يحافظك امورك طيبه. فشو صار بعدها؟ جيت مصر، العالم تكتب لي وين انت، وين بتشغل، شو بتسوي؟ فكتبت لهم انا ما بشغل في مكان. اول شركه تكلمني بنسق وياهم حفله لاجل عيونكم. وهذا اللي صار. كان يوم الثلاثاء بعد اذكر، وكان هالكلام المساء بالليل. فانعرض علي من شركتكم شغل MK بتشغل يوم الاربعاء بكره، وما عندنا وقت نحط اعلان. 12 ساعه وكنا بالليل. MK عفوا 16 ساعه. MK بتشغل معانا بالسعر الفلان. انا افكر السعر شوي قليل يعني ناقص، مو بنفسه. يا اخي اشغل ما اشغل، بشغل عشان الناس يستانسوا، يلا بينا. وسبحان الله يت من الله، بس صار التحدي ان هذا كيف بيشغل في هالشركه، نحن براوي بنطلعه من مصر. فصارت وايد فصار تحدي. حطيت الاعلان في السناب شات وتسوى في نص ساعه، صوره فقط بدون فيديو. حطيت الاعلان، تكلمت انا بشغل في المكان الفلاني، وكان الصبح من 6 ل 12 بشغل في المكان الفلاني، وتعالوا وانا اعرف انكم ما تخلون. والشيء الثاني الناس الموجوده تسالني انت وين بتشغل، لاجل عيونكم انا بشغل هني. صارت الحفله يا عموري، العالم فوق بعض من الزحمه. يا الله يا الله، كان تحدي كبير. وعديت التحدي وكسبته. عدينا التحدي. صارت لي مشكله. الشخص اللي ما موقع معاي عقود وخلاني راكنني على جنب مده شهر، وانا رديت عليه بعدها بشهر، يعني شهرين. هاي فتره طويله اني انا ما اشتغل. قام يرسل لي ناس يطلعون في السناب شات والسوشيال ميديا ويسبوني هذا ما عنده شيء ونحن كنا نعطيه $1000. شو انت MK انت تعطيه $1000؟ ما تركب. بدت المشاكل من هنا. ويلا مشكله على مشكله الى يومك هذا لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي في مشاكل.
هالاشخاص وفي اشخاص ثانيين كنت اشتغل معهم، يعني تقريبا اشتغلت مع 3 شركات. بس انت خلاص هي الشركه دي مش هسيبها مهما حصل. نعم اخوي، مستحيل مستحيل مستحيل. حتى لو قالوا لك تشتغل ببلاش؟ اشتغلت ببلاش. اشتغلت ببلاش؟ تعرف متى؟ امس، امبارح. عفوا قبل امس. سويت حفله، وطبعا حاسبون عليها اللي هي يومين، ويمكن بتشغل بنكمل يعني في المكان ثاني. ايوه بشغل، انا في مكاني. وشغلت في المكان اللي فجرت فيه، اللي اقول لك في 12 ساعه سوينا الاعلان وكان بوم. هو نفس المكان اللي احبه كثير. هو وش الخير المكان ده. هو اللي جاب لي رزق كله. طب ايه التحديات اللي خدت من MK ما اديتلوش؟ انا حياتي كلها تحديات، ابدا لك اياها من الصفر. ابداها لي. كنت طال عمرك طالب في الثانويه العامه اللي هي السنوات الاخيره. فكنت شوي مبسيده، فكنت شاطر كثير. ففي المرحله الاخيره لاني كنت اخربط وما اصير المدرسه فسقطت في ماده. مو بسقط، انه هو دور ثاني انك تعيد الامتحان. فوصلت الشهاده للبيت، فاخواني كلهم شاطرين وعلاماتهم جدا جميله، يعني اتكلم لك 90 ورايح. والدليل ان عندي اخت الله يحفظها الحين تدرس دكتوره ما شاء الله. فيا طويل العمر وصلت البيت وديت شهاده. فامي الله يحفظها ويطول بعمرها قالت لي يا حبيبي اخوانك كلهم شاطرين، انت لا تسير المدرسه وكل يوم برا على البيت وتسوي وتسوي وتسوي، ما في واحد من اخوانك يسوي اللي انت تسويه، فانت طالع على منو؟ كان الكلام كنا درس ان انت لازم تنجح وتسوي وتسوي، ما في حد افضل منك، بس انت ليش يا تسوي الصياعه هاي؟ فقالت لي اطلع برا، هذا البيت ما يكفيك، يوم تنجح تعال.